تعالى اقول لك ازاي تعمل كيكه هاي بروتين. مش هتصدق كميه البروتين اللي فيها وطعمها تحفه. اول حاجه هنحط 50 جرام من الشوفان وهنحط عليهم بيضتين، وبعد كده هنحط 120 جرام زبادي يوناني، وبعد كده هنحط المكونات دي كلها في الخلاط ونضربهم ضربه خفيفه زي ما احنا شايفين. بعد كده هنحط سكوب واي بروتين باي طعم انت تحبه. بعد كده هنحط معلقه سكر دايت ونص معلقه بيكنج باودر، ونحط كمان كيس فانيليا. بعد كده نقفل عليهم كلهم ونضربهم في الخلاط. هرفع المكونات وعلى طاسه هاديه هنزل بالخليط، وبعد كده ننزل بيه بالشكل ده، وبعد كده نقفل عليه. هنسيبها من 3 ل 4 دقايق على نار واطيه، وبعد كده هنرفعها يعني بالطاسه التيفال كده هتفك معاك وهتبقى زي الفل. شكلها عامل ازاي؟ ده مش حرق يا جماعه، ده كده بس عشان هي معناها ان استوت كويس. وبعد ما قلبناها على الوش التاني هنسيبها برده من دقيقتين ل 3 دقايق، وبعد كده نرفعها. كمية الخليط اللي كانت موجودة هنا تقدر تعمل لك 2 زي ده. عشان كده تعالوا بصوا هنا كده، دي واحدة تانية بتتعمل اهي دلوقتي زي دي بالظبط. الكيكة عالية البروتين دي المكونات الرئيسية بتاعتها شوفان وبيض وزبادي يوناني وسكوب بروتين، فده تقريبا هتلاقيه في اغلبية المكونات اللي انا حاططها لك في الدايت. يعني من الاخر اجمع ما بين كتاب الوصفات والدايت اللي انا بعته لك وبدايل الطبخ عشان تعمل احسن اكل ممكن تاكله. وبس كده اتبسط بالدايت بلان بتاعك. سلام.